بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم إسلام صقر. فيديو النهاردة بعنوان افهموا وشوفوا يا مصريين. في الفيديو ده هعرض لحضراتكم بعض الأمثلة عن مفهوم الأمن والأمان. تابعوني لنهاية الفيديو عشان نعرف أصل الحكاية. فواصل ونواصل. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. الله اكبر. طبعا في البداية أحب أقول كمواطن مصري إننا بنعاني من ارتفاع الأسعار الجنوني اللي بدون ضبط ولا ربط ولا رقابة، وأنا كمواطن عايش المأساة دي زي غيري من المواطنين المصريين. منذ سنوات تم القبض على رجل أعمال مشهور ورئيس تحرير جريدة في قضية أراضي الدولة، وبعدها تم القبض على رجل أعمال آخر مالك أحد القنوات الفضائية في قضية آثار، وبعدها تم القبض على ثالث بتهمة الإتجار في البشر. لقد واجهت الدولة المصرية منظمات عالمية ودول، وكمان منظمات ودول إقليمية وداخليا. واجهت الجماعة الإرهابية وكل فروعها، والآن تواجه مافيا رجال الأعمال أعداء مصر في الفترة الأخيرة. وأدرك الجميع أن هزيمة الدولة المصرية مستحيلة، ولن تستطيع منظمة أو جماعة أو دولة أو حلف مهما كانت قوته الانتصار على هذه الدولة طالما الشعب المصري يدعمها ويساندها. علشان كده وجهوا كل أسلحتهم تجاه الشعب، حتى يظن الشعب أن الفاعل هو قيادات الدولة المصرية. افهموا وشوفوا الصورة بشكل أوضح وأكبر، وخرجوا بره الصورة عشان تشوفوا بشكل أوضح. المتقسم تم تقسيمه خلاص، واتمنى تفوقوا بقى وتشوفوا وتتابعوا الأحداث الخارجية القريبة مننا وفي محيطنا على الأقل. عاوزك تسأل نفسك وتجاوب بكل أمانة وصدق: فين العراق؟ فين سوريا؟ فين لبنان؟ فين اليمن؟ فين السودان؟ وفين فلسطين اللي ضاعت من زمان؟ وليبيا بنحاول ننقذها بعد ما كانت هتضيع نظمي فهمي رسمي. وتونس والجزائر والمغرب والكويت والأردن ربنا يستر عليهم. فاضل مصر والسعودية والإمارات والبحرين، واقفين على رجليهم لأنهم اتحدوا مع بعض فأصبحوا أشداء ضد الخونة بتماسكهم. وعايز أقول لكم حاجة يمكن غايبة عن البعض: اللي واقف ضد اكتمال التقسيم هي مصر، وافهموها على مهلكم وبراحتكم. اللي عنيناه وشفناه من 8 سنين أصعب من اللي احنا فيه، ومع ذلك عدينا منه بفضل الله. وكنا مش طالبين وقتها غير الأمن والأمان. يا ترى فاكرين ولا نسيتوا يا مصريين؟ كنتوا مستعدين تشتروا الأنبوبة ب 200 جنيه بس تلاقوها. كنتوا بتشتروا مولدات كهرباء بآلافات الجنيهات عشان تعيشوا في النور. كنتوا بتقفوا طوابير تتخانقوا على العيش والفرن يشتغل ساعتين ويقفل. كنتوا بتقفوا من الفجر طوابير أمام محطات البنزين عشان تشتغلوا لو سواقين ومش لاقيين. ما كانش حد فيكم يقدر ينزل من بيته ولا ينزل عياله بعد المغرب. كنتوا بتخافوا تمشوا على الطرق السريعة أحسن تتثبتوا وتموتوا وتتسرق عربياتكم. كنتوا بتعملوا لجان شعبية في كل منطقة وورديات حراسة بالتناوب عشان تحموا أعراضكم. ده كل الأحداث دي وإحنا كمصريين أسرة مع بعضينا، يعني مفيش احتلال لا قدر الله. نزلتوا قلتوا انزل يا سيسي، مش عارفين نعيش وخايفين. محدش قال انزل يا سيسي عشان اللحمة والفراخ والزيت غاليين ولا السكر غالي. تعبانين؟ ايوه صح، معاك حق، معظمنا تعبانين، لكن احسن من الاول واحسن من غيرنا بكتير. والصبر جميل، قربنا نوصل لهدفنا وانتهت السنوات العجاف، وهنحصد ان شاء الله ثمار تعبنا، وهنفتكر الايام دي ونضحك عليها ونحكيها لاولادنا واحفادنا. عارفين بنكوك وصلت للي هي فيه دلوقتي ازاي؟ قعدت 20 سنة في نفس ظروفنا، وما كانش عليها لا حروب ولا خونة في الداخل ولا في الخارج ولا خريف عبري. حافظوا على بلدكم وحافظوا على نفسكم من الضياع، واحمدوا ربنا اننا عايشين في امن وامان. واسأل اي شخص من اي دولة عربية اتفككت لما تتاخد مراتك وبنتك وكل حريمك قدام عينيك ويتباعوا في سوق النخاس او يغتصبوا قدام عينيك، ولو دفعت عنهم هتتقطع رقبتك من الدواعش. او لما تقف على حدود بلد ومعاك عيالك او اللي فضل منهم ومش عارف تتغطى من البرد ولا عارف تاكلهم لقمه عيش حاف، ومستني طياره او جنود على الحدود يرمولك رغيف عيش. ده لو ما ضربوش عليك نار وقتلوك انت وعيلتك. او لما تبقى بلدك محتله من عده دول وجيوشها بتتحكم في تحركاتك، ولا تهجم على بيتك في عز الليل وعرضك وشرفك يبقى مباح. او لما تبقى خايف ومرعوب ومش حاسس بالامان ومش عارف تنام مرتاح،
ويمكن قنبلة ولا قذيفة تنزل على بيتك تقتلك انت وعيلتك وجيرانك. الأمان نعمة لو تعلمون عظيمة لا تقدر بثمن، واسألوا اللاجئين اللي عايشين في مخيمات على حدود الدول. وفي النهاية أتمنى الرسالة تكون وصلت. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.